السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف كده هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا. حاجة كده بقى لجوع اخر الليل، تنفع برضو على الغدا، ومش بتاخد اي وقت وسهلة جدا. ما تنسوش بقى تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده، ولو انتوا جداد في قناتي واول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. كان عندي بقى كبد وقوانص، قلت بقى اطلعها كده واعملها بطريقه جميله، واعملها بقى في سندوتشات كده. طبعا ده انتوا عارفين جوع اخر الليل، بس كانت جميله جدا. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. يلا بقى نبدا الوصفه بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه بقى كده معايا الكبده مقطعه القطع بالشكل ده كده، وطبعا غسلتها كويس جدا بملح وليمون ودقيق. ومعايا برضو القوانص كده وكوز القلب مقطعهم قطع صغيره في طبق لوحدهم، لانها بتاخد وقت في السوا شويه عن الكبده. ومعايا بقى كده طماطميتين مبشورين بالشكل ده كده. ومعايا كمان معلقتين من الدقه متعدده الاستخدامات اللي عملناها مع بعض في فيديو قبل كده. البهارات بقى ملح وكزبرة وكمون وقرفة وفلفل اسود وبابريكا، مش هستخدم اكتر من البهارات دي علشان ما تغيرش معانا من طعم الكبدة قوي. معايا بقى بصل مقطعه مكعبات صغيرة بالشكل ده، وفصين كبار من الثوم، وفلفل الوان بالشكل ده كده. يلا بقى كده نبدأ الوصفة بتاعتنا ونروح بقى عند البوتاجاز ونعمل. هنيجي بقى في طاسة كده على النار ونحط فيها كده زيت، مش كمية زيت كبيرة قوي ولا قليلة قوي. هنستنى لما الزيت بتاعنا يسخن قوي، وبعد كده ننزل بالقوانص وكوز القلب عشان ياخدوا صدمة كده وما ينزلوش السوائل اللي فيها. كده نزلنا بقى بالكبد نزلنا الاول بالقوانص وكوز القلب، وادانا لهم بقى تقليبة كده. هنسيبهم كده ربع ساعة ومش هننزل بالكبدة دلوقتي. بعد بقى ما عدى ربع ساعة بالشكل ده كده هننزل على طول بقى بالكبدة. هنجيب كده القوانص وكوز القلب في جنب كده في الطاسة، وبعد كده ننزل بالكبدة على طول علشان تاخد برضو صدمة معانا. اللي وصل معايا بقى لحد هنا كده في الفيديو ما تنسوش تضغطولي لايك كده، وتسلم ايديكم. وبشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتسعدني دايما، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. هنا بقى كده ادانا لها تقليبة حلوة كده، وقلبنا بقى كله في بعضه بالشكل ده كده. بعد كده بقى هننزل كده بمعلقتين الدقة اللي معانا كده على الكبد والقوانص، ونديلها بقى تقليبة كده. اول بقى ما بننزل بالدقة كده بتطلع ريحة جميلة جدا. بجد الدقة دي جميلة جدا وبستخدمها في حاجات كتير جدا. اعملوها بقى حطوها عندكم في التلاجة عشان تستخدموها في حاجات كتيرة قوي. بعد كده بقى هننزل بالبصل اللي احنا مقطعينه مكعبات ونقلب. بعد ما ادانا لهم تقليبة حلوة كده هننزل بالفلفل الالوان، وطبعا ممكن نستخدم فلفل اخضر عادي، ونقلب كده بالشكل ده. بعد ما قلبناها بالشكل ده كده هنغطي عليها بقى كده، ونسيبها مثلا 5 دقايق وهقول لكم هنعمل ايه. بعد 5 دقايق بقى كده ضفنا بقى الطماطم المبشورة بالشكل ده. هنضيف الطماطم المبشورة ونقلب برضو. هنجيب بقى فصين الثوم ونفرمهم بقى كده بالشكل ده. بعد ما فرمنا بقى فصين الثوم كده هنقلبهم بقى. بجد يا جماعة طعمها جميل جدا، والريحة طالعة خطيرة بجد من قبل ما نضيف حتى البهارات، وكانت ريحتها جميلة جدا. هننزل بقى كده بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو، وهنقلب بقى تقليبة حلوة كده. هغطي عليها بقى كده وهستنى بقى لحد ما تستوى معانا كويس، وهوريلكم شكلها في النهاية. هنا بقى كده خلاص كانت الكبدة استوت معانا وبقت بالشكل ده كده. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ بجد شكلها كده تفتح النفس. يلا بقى كده نجهزها كده ونعمل بقى احلى سندوتشات كبدة لجوع اخر الليل. ده طبعا بقى مخلي اللفت اللي احنا عملناه برضو مع بعض قبل كده، بجد طعمه جميل جدا.
وعملت بقى كده طحينة بالشكل ده كده. طبعا عملنا الطحينة مع بعض كتير قبل كده. وطبعا بقى عملت كده طماطم شرايح بقى وخيار بالشكل ده كده. وجبنا بقى العيش وهنبدأ بقى نجهز في السندوتشات بتاعتنا. هنجيب بقى رغيف العيش وهنعمله بالشكل ده كده. ونبدأ بقى نعمل في السندوتش بقى ونحط كده الكبدة. بجد يا جماعة هتاكلوا احلى سندوتش كبدة كلتوه في حياتكم. جربوا الطريقة دي بقى وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. بعد ما حطينا الكبدة هنحط بقى طحينة كده. ونحط بقى مخلل كده. طبعا ممكن نستخدم مخلل خيار عادي وممكن ما نستخدمش مخلل خالص، طبعا ما انتوا تحبوا يعني. ده بقى شكل السندوتش بالشكل ده كده. هنعمل بقى كمان واحد كده. هنجيب الرغيف ونعمله بالشكل ده كده. هنحط بقى كبدة بالشكل ده. عاوزة افكركم باللايك تاني، ما تنسوش تضغطولي اللايك على الفيديو. وهنحط طحينة. ونحط كمان مخلل. هكمل بقى باقي الكمية كده وهرجع لكم. كده بقى كده خلصت السندوتشات بالشكل ده كده والطحينة بقى ومعانا بقى الطماطم الشرايح والخيار بالشكل ده كده. جربوا بقى طريقة الكبدة دي وتعالوا قولولي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. وشاركوني كمان بتعملوها ازاي. وما تنسوش بقى تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. وجربوها بقى وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب ودمتم في رعاية الله.